السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. نصلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. كما عودتكم معايا مع الوصفات السهله، الوصفات الاقتصاديه والوصفات البسيطه. اليوم جبت لكم وصفه روعه 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 روعه، يعني طاجين زيتون بطريقه تاع العرس. بنين بنين، بنه عالميه، بنه خرافيه، يعني بزاف بنين. المرقه تاعو تجي روعه. جربوه ورجعوا لي في التعاليق. ولادكم كان ديروا لكم يقول لكم ماما ديروه لي كلها، لانه بزاف بزاف بنين. هنا انا تعمدت نوري لكم كيفاش نرحي اللحم. انا هنايا اللحم اشي جامي نشريه، يعني انا نشري الصدر تاع الدجاج، ولكن نشري الدجاجه تاعي. واش ندير؟ نخبي هذاك الصدر تاعي، نغسلو نخبيه في الكونجيلاتور. نهار اللي نسحقو نتجبدو نرحيه بالروبو تاعي. دوك اللي ما عندهاش روبو اللي يرحي لها اللحم، سي اوبليجي مضطره كما نقولوا تشري اللحم اشي من البوشي. ولكن اللي عندها الروبو يا اختي ترحي اللحم تاعها في دارها، يكون نقي، يكون. لانه هذوك تاع برا مثلا يجي واحد، يجي واحد يشري على البوشي، يشري كميه تاع اللحم يرحيه له في داك الاخر. يوم بعد هذيك البقايا اللي بقى داخل هذاك الرحايا تضرب واحد الساعه ولا زوج ساعات باش يجي واحد اخر يشري عليه. مثلا تروحي انت تشري عليه مور ساعه ولا زوج ساعه بعد ما شرى اللي قبلك، يكون ديجا انت كي يرحي لك المورسو تاعك يكون ديجا قبل راهو الداخل فيه ديجا بقايا تاع اللحم اللي رحاه العبد اللي كان جاز عليه ديجا ساعه ولا زوج ساعات من قبل. يعني راه كي راح ديجا تدي اللحم عنده شحال هو داخل هذيك الماشينه. يعني بالك سختو في الصيف يكون بالك بدا يفسد بالك، وخاصه الفيونداشي تمتم يفسد. يعني نيفيتيو كامل هذا الشيء ونديروا يختي اللحم تاعنا في الدار. هنا بعد ما رحيت هذاك اللحم ترحيه هكذاك واحد الدفه، يعني حتى يولي لك ناعم. كي يولي ناعم مليح خير، هو خاصه كي يكون خلاص شويه كونجلي معناتها ذاب قالوا يا ربي شويه يذوب. كي هكاك تقطعيه بالموس قطع صغيره ومن بعد ديريه في الروبو تاعك ترحيه، يجيك ساهل. تقطعيه يجيك ساهل، وترحيه في الروبو يجيك ساهل كتر. هنا بعد ما رحيته هكاك دفه يعني ترحى مليح، واش درت؟ حطيته في الريسيبيون تاعي. هنا زدت له زوج سنينات تاع ثوم صغير. انا هنا درت نص تاع الصدر وزدت له كي شتو على بالي بلي ما يكفينيش، زدت له كويس كومبلي. لانه على الصدر تاعي هنايا صغير، الدجاجه صغيره يعني صدر صغير، على هذيك نص صدر زدت له كويس باش جاب لي هذه الكميه. يعني نتوما ديروا حساب الكميه تاع افراد العائله تاعكم. هنا درت له زوج سنينات تاع الثوم صغار رابيتهم، وزدت له هنايا الزعفران، وزدت له الفلفل الكحل. هذا ما كان واش درت التوابل. يعني انت قادره تزيدي له، هنا انا ما عنديش لا موطارد، تزيدي له كميه تاع لا موطارد، وزيدي له سكنجبير اللي يعطي له بنه، ولا موطارد اللي يعطي له البنه. وهنايا زدت انا 3 مغارف كبار تاع لا شابلور. هنا حبيت نعطي لكم كتدبيره. شوفوا هنا لا شابلور تاعي انا، الخبز نقطعو نيبسو نحطو في السليله ونغطيه بالطرشونه ونخليه يبس، ومن بعد نرابيه بلا راب الخشينه، ونديرو في علبه ونديرو في الفريجيدير يطول. يعني هكذا يطول لي خير ما يعني ما نسخنوش في الفور. هنايا درت 3 مغارف تاع لا شابلور، ومن بعد كتزيد لهم هنا ديروا مغرفه صغيره تاع الملح، ما ديروش كميه كبيره، لانه هنا ما تنساوش بلي الزيتون راهو مالح. هنا صافي الخليط واش درت فيه؟ درت فلفل كحل، درت الزعفران، درت 3 مغارف تاع كبار تاع لا شابلور، درت مغرف صغيره تاع الملح، وزدت لها زوج سنينات تاع الثوم، وزدت لها مغرف كبيره تاع الزيت. هنا نتوما اذا درتوا الصدر وحده ديروا 2 مغارف تاع كبار تاع الزيت. انا كي درت لي كويس، على بالكم الكويس فيه ديجا ليدام، على هذيك درت مغرفه واحده كبيره تاع الزيت. هنا نخلطوا كلش، ومن بعد هنا راني كسرت حبه تاع البيض. هنا كسريها قبل خلطيها وزيدي الكميه اللي تسحقيها. يعني انا هنا ما درتش الحبه تاع البيض كومبلي، قلت لكم نتوما ديروا حسب الكميه تاع اللحم اللي عندكم. هنا درت لي شويه برك البيض، يعني خليت شويه ما كملتوش تاع هذيك الحبه تاع البيض، خليت شويه ما كملتوش. هنا نخلطوه هنا خلطت بالمغرف، ما قدرتش نخلطه على هذيك، اضطريت نحي المغرف ونخلط بيدي. يا اخي عجنيه مليح هذاك اللحم تاعك يتعجن مليح باش المكونات كامل يدخلوا في بعضهم. قلت لكم هنا من الاحسن اذا عندك لا موطارد، انا ما عنديش لا موطارد وما كانش عندي سكنجبير، على ديك ما درتوش. زيدوا سكنجبير وزيدوا لا موطارد يعطي له بنه على بنه. يعني صدقوني انا ما درتهمش، بصح البلا تاعي خرج بنين 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 بنين. وشوفوا الفيديو الاخير لاني يعني عندي واحد لاستيوس حنزيدها لكم، واحد لاستيوس هي اللي حتعطي له بنه على بنه. تبعوا الفيديو للاخير وانتم تعرفوا لاستيوس اللي حنقول اللي حنديرها باش طاجين الزيتون تاعي يخرج بنين، والمرقه تخرج بنينه بنينه صدقوني. اقسم بالله غير ماني نزيد من عندي، يعني يخرج بزاف بنين، رائع رائع رائع، تاكليه كل نهار وما تشبعيش منه.
قلت لكم تبعوا، لاني راني درت لكم مراحل بزاف، وكل مرحله عندها يعني الخدمه تاعها اللي لازم تشوفيها. يعني تبعي الفيديو للاخير باش تعرفي كامل لي زيتاب. هنا واش درت؟ هنا عندي زوج، انا شريت هادو تاع وحده 6000 دير. يعني نتوما اي نوع اللي كان عندكم، مثلثات كيما هذا النوع، هذاك البربر، تارتين اللي كان عندكم، المهم يكون حاكم روحو هكذا باش تقدري تقطعيه. شوفوا هنا وريت لكم هاد لا ماركه عجبتني بزاف. هذه تارتينو جايه فيها المعدنوس والثوم، كلي هذاك الفرماج منكه بالثوم والمعدنوس. والداخل تشوفوا كلاكه في واحد كلي فتايت هكا تاع الحشاوش، عنده نكهه رائعه. خاصه حنا هنايا الفيونداشي تاعنا رانا ديجا درنا له الثوم. وهنايا نتوما اللي حبت تزيد المعدنوس تقطعوا صغير وتزيدوا. انا ما كانش عندي المعدنوس هنايا، ماشي ما كانش عندي، كلي نسيت ما درتوش على ديك ما ضفتوش. يعني تقدري ما ديريش، واللي حبت المعدنوس تزيدوا. قلت لكم والفرماج ديجا اصلا راهو او منكه بالثوم والمعدنوس، يعني خرج روعه. هنا تحطي هنا واش ديري؟ يدك دهنيهم بالزيت كيما درت انا، دهنت يدي بالزيت على باش كي تبداي تصقمي في هذاك الحربوش تاعك تاع اللحم هذاك ما يلصقلكش في يدك ويعذبك، لانه راهو شويه ماهوش حاكم روحو. خدمي مليح هذاك كيما نديروا المقروط، كيف كيف. حلي هذاك الحربوش حفريه في الوسط هكذا، وديري هذوك القطع ديرهم شويه خشان باش علاه باش كيما نقولوا حنا الفرماج يبان في هذاك اللحم كي تقطعيه كيطيب. قطعه كامل هكا حرابش. دوك هنا كاين اللي يقول لي كيفاش توشيتي الفرماج ويدك فيهم اللحم والموس فيه. هنا لانه انا هاد الكميه تاع الفرماج راني راح كامل نديرها، يعني جاتني قياس حنديرها كامل نطيبها في الحين في ديك دقيقه، ماشي مانيش راح نخليه نعاود نرجعوا الفريجيدار ولا، فهمتوني؟ لانه كاين اللي يحبوا يعلقوا بزاف. هنايا دوك تغلقي كامل، تكملي كامل، تغلقي كامل اللحم تاعك مليح مليح. قلت لكم صدقوني بنين 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 بنين. سورتو لاستوس راح نزيدها في المرقه تخرج عندها واحد البنه رائعه رائعه رائعه. يجي هذا البلا هذا يجي بزاف رائع في رمضان. هنا تقدري تزيدي له البطاطا، تقدري تزيدي له تزيديه معناتها مع الفريت، تزيدي مع اي حاجه حبيتيها. هنا شوفوا بهذاك البلاستيك شدي ماشي تزيريه، يعني وشنو كلي شكليه مليح ملسيه، ما تزيريش عليه. انا هنا مانيش نزير على اللحم تاعي، راني برك نعطي له الشكل لا فورم تاع الحربوش. يعني ملي كوتي صقمي غلقي هذاك الفرماج، ما تخليش يبان ملي كوتي باش ما يخرجلكش. اغلقت عليه مليح ملي كوتي وصقمت الحربوش تاعي هذا، ما كان ما زيرت عليه ما عبصت عليه ما والو. هنا نتوما شوفوا انا دوك هنايا راني رايحه نقليه، وانتوما اللي حبت هنا تعاود تغلقوا بالسيلوفان تاعها وتعاود تروليه بالبابي الومنيوم ديروا يفور. اللهم بارك، كل وحده دير طريقه تاعها. وكاين اللي حبيت دير بالسيلوفان ودير في بابي الومنيوم وديريه يغلي في الماء، اللهم بارك. كل وحده اللي واش حبيتي ديري. وانما هذه الطريقه جربوها وانتم ما تعرفوش راني نهدر، تخرج بزاف بنينه. انا بعد ما فرغت هنا الحربوش جاني شويه كبير على الطنجره تاعي، على هذيك اضطريت نعبزو شويه من الطرف باش نعاود نصغرو شويه، فهمتوني؟ قلت لكم هنا انا دوك واش ندير، نبدا هكا باش ما يلصق لي شويه، نبقى ندور فيه شويه باش ما يلصقش، وفي نفس الوقت راهو يتحمر لي. انا علاش درتو هكا دوك نبروفيتي انا باسكو مانيش دايره قطع تاع اللحم هنايا. على هذيك واش ندير دوك انا كي نقلي هذاك الحربوش في شويه تاع الزيت هذه اللي درتها، راح يطلق لي كيما نقولوا دوك لي سكر تاعو. يعني هذيك البنه تاع اللحم المقلي معناتها كلي راني قليت اللحم وطلق هذاك لي سكر تاعو في الطنجره، واش يدير؟ يعطي بنه للمرقه، فهمتوني؟ يعني هنا اللي كان عندها لي مغسول تاع الدجاج ديرهم تزيدهم، دوك اللي حبت تزيد الدجاج تزيدو، اللي حبت مثلا حتزيد هكذا الحربوش تاع الدجاج وتزيد دير في الطنجره تاعها، تزيد دير مثلا لي مغسول تاع الغنمي ديرهم، ما كان حتى مشكل. اللي حبت دير لي مغسول تاع البقري ما كان حتى مشكل. ولا انما انا حبيت ندير لكم حاجه بسيطه وماشي مكلفه. يعني هذا الحربوش وحده راح يكفي ويوفي. هذا الحربوش تقريبا تشوفوا فيه يبان صغير، نص صدر مع كويس واحد تاع الدجاجه موين. خرج لي تقريبا قطعته هكا دي مغسو، خرج لي واحد 12 مغسو تاع لي غوندال كيما نقولوا حنا، ماشي خشن وماشي رقاق، في الموين خرج لي 12 مرسو. وانا عندي 6 افراد يعني كلينا وشبعنا الله يبارك، يعني خرج قياس. هنا انا كانت عندي حبه تاع بصل مرابيه ضفتها بعد ما تقلي كامل لي كوتي تاعك تاع هذاك الحربوش تاعك، تقلي كامل لي كوتي تاعو. واش ديري؟ تفرغي حبه بصل مرابيه تفرغيها لداخل وتقليها. شوفوا انا البصل كيفاش دا اللون، هذا ماشي البصل تحرق لي، هذا داك البصل كي رميتو عاود رفد لي كامل هذوك لي سكر تاع اللحم اللي تقلى لي في الطنجره، اللي طلق لي اللي نطلق في الطنجره.
عاود هذاك البصل، قلت لكم عاود هذاك البصل كامل واش دار، عاود كامل رفد ليه هذوك لي سوكر كامل، عاود رفدهم. هنا من بعد واش درت، هنا عندي زوج حبيبات تاع زروديه قطعتهم دي غوندال في الموايا، ماشي خشينه وماشي رقيقه، نقطعها لان الزروديه حتزيد البنه وفي نفس الوقت حتعطي اللون تاع المرقه شباب، وفي نفس الوقت كما نقولوا يعني تجي الشكل شباب لطاجين الزيتون. هنا واش درت، انا درت كميه تاع الفلفل، درت كميه تاع هنايا كنت درت زوج سنينات تاع الثوم صغار، درت فلفل كحل، درت الكركم. وهنا كما قلت لكم اللي عندها سكنجبير تزيد كميه تاع سكنجبير. هنا درت كميه تاع الزيتون، هنا قيس هكذاك، قيس 10,000 هكذاك تاع الزيتون. قلت لكم هنا شوفوا انا الزيتون تاعي هنا ما هو مغلي في الماء، ما راهو مرقد في الماء هكذاك ونحي له الماء، ما درت له والو. انا الزيتون تاعي نغسله برك ونرميه في الطنجره، ولكن الطنجره تاعي ما نديرش فيها كامل الملح. واللي خافت دير هذه الطريقه واش دير، عادي دير طريقه تاعها اللي موالفه ديرها، يعني اللي موالفه تغلي الزيتون تغليه، اللي موالفه ترقدو في الماء ترقدو في الماء. ولكن كاين طريقه الاخرى اللي هي تغسليه زوج غسلات ومن بعد واش ديري، هنا راني زدت كميه تاع الرند، تغسليه زوج غسلات ومن بعد ديري له سواء الفارينه ولا ديري له كميه تاع المايزينا وتخليه شويه دقائق. واش دير هذيك الفارينه ولا المايزينا تنحي له كامل، تشرب له كامل هذاك الملح، تعاودي تغسليه. يعني بصح انا ندير هذه الطريقه صدقوني وما نديرش الملح يخرج، ولكن شوفي الزيتون اللي راكي تشري، يعني كاين هذاك هنا الزيتون اللي تشوفي هكذا لونه في الفاغ بيستاج، يعني لونه رايح في اخضر فاتح، هذا هو الملح وشويه خشين. لانه كاين هذاك الزيتون اللي يجي صغير ولونه حامق خضر حامق، هذاك قادر يكون مر، قادر يكون مالح بزاف يعني، وما يطيبلكش اصلا في الطنجره تاعك. هذا النوع الملح هذا اللي يجي لونه فاتح. هنا بعد ما خلطت زدت كميه تاع الماء تاعي، الكميه ديروا قياس، يعني ما تكثروش الماء، ديروا قياس، قيس هاك ما يتغطى الحربوش تاعكم، سوا قيس ما يطيب لكم هذاك اللحم تاعكم. هنا غطيت الطنجره تاعي خليتها طيب، قلت لكم انا زدت ورقه تاع رند خليتها طيب. شوفوا هنا بعد ما غلى لي الماء تاعي، بعد ما طابت شويه هذيك لاي نقصت لي شويه في المرقه، كنت تشوفوا المرقه كيف نقصت شويه. هنا طاب لي كامل هذاك الحربوش تاعي، هنا كان عندي 20 دقيقه خليته طاب مده 20 دقيقه كان طاب، فهمتوني يعني علاش، لانه انا كنت عارفوا الدجاج تمتم يطيب، وخاصه كي يكون فيونداشي، يعني فيونداشي ما يحكمش في الطياب، تمتم يطيب. هنا بزوج عاونوا روحكم بزوج مغارف يعني هكذايا تاع الحطب، ونحوا الحربوش تاعكم وبالك برك يتكسر لكم. قلت لكم هذه الطريقه تاع التقليه تاع تحرب، تقلي الحربوش تاعك خير من اللي كتغلي، انا ما نحبش هذيك الطريقه تاع نغليه. هنا خليت هذيك المريقه تاعي تزيد تشرب شويه، ولكن لاستوس اللي قلت لكم عليها وشنو هي، هاي ليك لاستوس اللي تعطي بنه للمرقه وتعطي لها لون شباب وتعطي لها ثقل، يعني المرقه تاعكم تجي ثقيله. هاي ليك لاستوس اللي راني اللي قلت لكم عليها. ديري كميه تاع الفرماج اللي بقات لك، تزيدي كميه تاع الجزر هذاك، هنا ما ديريش الزيتون ديري غير المرقه، زيدي كميه تاع الجزر تاعك، وزيدي فرغي هذيك المرقه اللي طاب فيها الزيتون، زيدي فرغي كميه، ما ديريش الزيتون، هنا الزيتون ما ديريش. هنا راني انا شفت بلي الفرماج تاعي كان خاصني، زدت كملت كامل الكميه اللي بقات لي بالميكسور، طاب 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 يا ربي تخبطي خبطه زوج خبطات تشوفي هذيك الخليط تاعك ذاب مليح، عفوا ترحى مليح، وديريه في الطنجره تاعك. هذه لاستيوس قلت لكم هي اللي تعطي بنه على بنه، يعني تخرج المرقه عندها واحد اللون وعندها واحد القوام ثقيل وعندها واحد النكهه، هذاك الفرماج يعطي لها واحد البنه رائعه. هنا راني نحيت الوريقه تاع، نشوف انا المرقه بقات لك كميه قليله يعني، راهي ديجا شربت يعني، ما قال هذيك قلت لكم نتوما ديروا الماء كميه قليله ما تكثروش بزاف الماء. هنايا واش درت انايا، بعد هنا نخليه شويه يغلي، يعني كي تفرغي له هذا الخليط تخلي هذيك المرقه تاعكم تغلي. وللامانه هنا انا زدت كميه تاع، زدت نحيت شويه مرقه، عفوا زدت كميه تاع الماء زوج مغارف هكذاك، زدت لها شويه تاع المايزينا علاش، لانه لقيت المرقه تاعي هنا كان خاصني شويه فرماج، يعني ما درتش كميه كبيره على هذيك المرقه ما عقدتليش مليح. زدت زوج مغارف تاع الماء، زدت لهم شويه تاع المايزينا خلطتهم مليح وزدتهم للمرقه. شوفوا هنا المرقه تاعنا كيف راهي عاقده، راكم تشوفوا شوف كيف عقدتني. يعني هنا انتيا مثلا ما عندكش الفرماج، ديري لاك خان فخاش، ما عندكش لاك خان فخاش ديري ما ديري ني فرماج ني لاك خان فخاش، ديري كميه تاع المايزينا حرحريها في شويه ما وفرغيها في المرقه تاعك، خلطيها حتى تلقاي المرقه تاعك عقدت، يعني ماشي لازم ديري فرماج. هنا شوفوا الحربوش تاعي هنا راني نقطع فيه، شوفوا داك الفرماج، راكم تشوفوا الفرماج في الوسط، يعني خرج الحرب قلت لكم 20 دقيقه هنا وكان طاب لي. شوفوا يخرج قوامور ماشي يابس، شوفوا راه هشيش كي تعبزيه تحسيه ماشي هكا مدكس في بعضه، هشيش وخفيف وما تحسيش هكا متكتل في بعضه، راكم فاهميني.
قلت لكم هنا المريقه تاعكم اللي ما عندهاش الفرماج دير لاك خفخاش، اللي ما عندهاش لاك خفخاش دير عفوا غير المايزينا، والمرقه تاعك يعني تخرج عاقده، ما تكلفي روحك ما والو. انا هنا الكميه تاع الفرماج اللي بقات لي زدتها المريقه، يعني صراحه تخرج بنه بنه بنه، المرقه تخرج بزاف بنينه، يعني اللي عندها الفرماج غير ديرو، واللي ما عندهاش الله غالب دير المايزينا. هنا قطعت كامل هذوك الحربوش تاعي، ستفتو كما قلت لكم الحرب هذاك اللحم يعني جا بزاف طري وهشيش، ما جانيش مدكس، يعني كاين باسكو يجيهم تحسوا هذاك اللحم ثقيل وهكا متكوك في بعضه يجي عيان. هنا بعد ما ستفتهم حبيت نوريكم برك طريقه التقديم. يعني هنايا كل وحده يعني تقدم طبق تاعها كيما حبت. راكم تشوفوا المريقه شحال راهي ثقيله، شوفوا المريقه وشوفوا الزيتون شحال لونه فاتح، يعني الزيتون بقى لونه هو ما تبدل ما كحال ما غير لونه ما والو. وهنا الزيتون طاب يعني البنه تاعو يعني طاب كما نقولوا اللحمه تاعو طريه وهايله. يعني وشنو نتوما تعرفوا الزيتون اللي تخير. والمريقه صدقوني ما درت لها حتى قطره تاع ملح وجاتني سوا سوا. ونقول لكم حبيباتي مع السلامه في الوصفه القادمه.